أنا هادي الشناوي محامي تونسي. أنا خايف برشا إنه الثورة هذه سي سور قدرة ربي باش تعطي لي فروي نتاعها، مي باغمي لي فروي نتاعها هو محاسبة الناس اللي ظلموا وسرقوا وقهروا الشعب هذايا على امتداد سنوات. وانطلاقا من اني رجل قانون ونعرف انه المحاسبه هذه الشيء اللي كنا نحكيه فيه سو فورم نتاع اشاعات، وهو عارفينه احنا حقيقه اللي فوت دي بروف، ولي بروف هذوما موجودين في برشا بلايص. لي بروف نتاع السرقه ومتاع الظلم ومتاع المحاكمات غير العادله ومتاع التعذيب ومتاع القواده، لي بروف هذوما موجودين في برشا بلايص، في مقر التجمع، في مقر الداخليه، في قصر كرتاج، وخاصه في المحاكم. وانا نحب نركز انه اللي صار في محكمه جرومباليا il doit pas se répéter، ولو ادى الامر ان نحميو المحاكم باجسادنا. صار في محكمه جرومباليا تحرقت، وحرقان محكمه جرومباليا ماهوش بريء وماهوش وانا متاكد والناس كل متاكده ماهوش من الشعب التونسي، الشعب المسالم المتحضر واللي قاعد يحمي في الثوره هذه بالتحضر والسيفيليزاسيون نتاعو. اللي صار في محكمه جرومباليا انها تحرقت، سي با بور غيان. علاش؟ على خاطر تيغيتوريالمون بارلون محكمه جرومباليا هي مسؤوله او ترجع لها بالنظر منطقه الحمامات او لا بلاس بريزيدونسيال، واللي صار فيها نهب برشا اراضي وقصور وممتلكات شيء بالهكتارات. احنا عندنا في الدستور التونسي انه حق الملكيه حق مضمون، وفي القوانين نتاعنا انه الملكيه المسجله اون بو با توشي. فما ناس ملكيتهم مسجله يزون دي تيتر فونسيي وتخذات اراضيهم بالقضاء او بعض القضاء اللي خان الوطن هذايا وشعب الوطن هذايا، لانه قضاءنا وانا نقول على مسؤوليتي لا ماجوريتي هما نزهاء، ولكن اليافي المينوريتي اللي باعت الشعب هذايا وباعت مكتسبات ورزق الشعب هذايا. احنا قاعدين توا على بعد من با 200 متر من عبد الرحمن بن خلدون، من الصنبه نتاع عبد الرحمن بن خلدون اللي ما ماتش وشادد المقدمه نتاعو في يده، جوست بور نو دير انه العدل اساس العمران. يفو سو رابلي اسا تري بيان، العدل اساس العمران، العمران بكل معانيه والعدل بكل معانيه، واللي يقعدوا القضاة هما اخر حصن للشعب هذايا في استتباب العدل. غوتورنون انو موتون انه فما مخافه كبيره انه الوثائق واللي زيبروف هذوما يقع اتلافهم. انا البارح مثلا مش انا نحكي على روحي برك وسي سور، برشا زملاء وبرشا ناس خذاو الانيسياتيف في محاكم اخرين، لكن هبط للخزينه نتاع محكمه تونس، مش على خاطرني نخدم برانسيبالمون في محكمه تونس، ولكن لخصوصيه محكمه تونس لانها محكمه العاصمه، وانه فما قضايا بيان ديتيرميني ان دوافو تيتر تريتي كو في محكمه تونس العاصمه فيها دوسيات خطيره وفيها اثباتات قاطعه وجازمه انه فما ناس داست على حقوق الشعب هذايا، وانه فما قضاة وكتبه وكل شيء امبليكي ومحامين بتاتر امبليكي. الوثائق هذه انا ما نتهم حتى حد، ولكن فما سرقه وقعت، فما نهب وقع. الوثائق هذه هي اللي تثبت شكون سرق وشكون تسرق ووقتاش وكيفاش. دونك انا نحمل الناس الكل والتوانسه الكل مسؤوليه الوثائق الهامه هذه، كيما زاد نحملهم مسؤوليه المحافظه على تراثهم والتراث الحسيني. جي اونتوندو بارلي سيوفه وخناجر كل يذهب وكل مرصعه حسينيه، هذا تراثنا نحن، تراث الشعب التونسي. يسبو زاد هو زاد تسرق من قصر باردو ومن قصورات اخرين تباعت وتشرات بارخص الاسوام، كيما معناتها حياه الشعب هذا تباع وتشرى بارخص الاسوام. دونك بور ريزومي يلزمنا نحميو الوثائق هذه، لانه الوثائق هذه هي اللي باش تفرهد الشعب التونسي. علاش باش تفرهدوا؟ لانه فما ناس باش تتحاسب قانونيا. وانا لهنا نحب نقول لا نوسيون دو لا ريفوليسيون اللي الناس توا مازالوا يتبعوا لي في الدستور وفي القوانين، راهو لا شرعيه فوق شرعيه الثوره، لا شرعيه فوق شرعيه الثوره. الثوره سالت فيها دماء طاهره ومياهها طاهره تنظف اللي قبلها الكل، اللي قبلها الكل من قوانين ودساتير وسرقه وكل شيء تنحيه، المياه الطاهره نتاع الثوره هذه. دونك
باش الناس تتكلمي والمحاسبة تصير في إطار قانوني، لأنه لو كان ما صارتش المحاسبة في إطار قانوني باش تصير في إطار آخر. لو كان القانون il ne se venge pas à ce peuple, alors le peuple il va se venger tout seul avec les moyens qu'il a. دي بروف معناها ريال جرومبيليا اكبر. اما عندك حاجه اخرى، عندك مش كان جرومبيليا برك، عندك جيبس وعندنا توزر ثم محكمه اخرى. انا سمعت ثم حوالي 4 محاكم تم حرقانهم، فهمتني؟ هذوما معناها سوفيزون. انا في الوقت الحالي معناها عندي شكوك انه في بن عروس تم عمليه حرقان كبيره كذلك. النارين هذوما كانت حريقه كبيره تشعل، وحتى واحد ما سعى باش يطفيها في مقر بحذا محكمه بن عروس. اذا فعمليه تصفيه الملفات هذه في المحاكم، ما نحكوش على مراكز الشرطه وعلى ايش قاعد يصير في اللي غالبيتها تحرقت وعدد كبير منها تحرقت، وايش قاعد يصير في وزاره الداخليه وغيره. واحنا خايفين انه يمتد الشيء هذا العديد من المصالح والعديد من البنوك وغيره في البلاد، مما يخلي انه الارث نتاع البلاد والوثائق نتاعها والى اخره يضيعوا نفقدوه، والناس اللي باش يعاودوا يبنيوا البلاد باش يلقاو روحهم ازيرو، والعباد حقوقهم ماهيش محفوظه. شنو هي الحل؟ نعم الحلول برشا. انا المره اللي فاتت حكيت في الفيسبوك قلت انه تتكون لجان يقظه والى اخره، ولكن انا باش تكون لجان وين باش تحطها بالضبط؟ تحطها على مراكز، على المحاكم، على كذا، وين باش تحطها؟ ولكن انا نطالب انه باش يتم تحميل مسؤوليه الحراس، كل الناس اللي واقفين على كل موقع في اي اداره مسؤول مباشره على الوثائق اللي يحرسها. كل مسؤول لابد انه معناها يضمن ويحرس وثائق اول حاجه باش يكون مسؤول عليها. والحراس على البنايات هذوما كذلك مسؤوليه مباشره يتم تحميلهم المسؤوليه. وثالث حاجه نطالبوا انه اللجنه المكلفه مفروض بالمحاسبه اذا كانت تحب بالحق تكون عندها نوع من الشرعيه انها تسرع اولا، لانه مش ممكن ان نقوم اليوم بعمليه محاسبه اذا كان ما يكونش عندنا وثائق واثباتات. اذا لابد ان تكون من مهامها الاساسيه انها تحمي هالوثائق هذه، تحمي حقوق المواطنين. انتم كمحامين معناتها شو عملتوا بالضبط؟ اسكو كلمتوا دويان دي زافوكا عبد الرزاق الكيلاني؟ المحامين هما نبهوا للشيء هذا، ولكن الى حد الان مازال ما عندهمش الحلول بيديهم. سامحني، نبهوا شكون؟ نبهوا السلطات، هما بيدهم شكون هم السلطات؟ نبهوا القضاء، نبهوا وزاره العدل، فهمتني؟ ولكن اكثر من هذا الى حد الان ما زالت ما اتخذتش قرارات، لانه على غالب الوضعيه الكل في البلاد في حاله من الفوضى. هذا الامر يهم كل المواطنين، ولا بد انه تنبيه يتوجه لكل الاداريين وكل المسؤولين، العباد الكل، كل واحد في الموقع نتاعو، كيما كونا لجان الاحياء كل واحد في حيه. كذلك انا نطالب انه الناس الكل في مواقعها، في الادارات، في الناس اللي تحرس في الادارات، ولا الناس اللي عنده مهمه مكتب فيه وثائق وفيه معطيات لابد ان يحط عليها. الناس اللي كذلك في الارشيف، في الخزينه نتاع المحكمات، فهمتني؟ لابد انهم يحافظوا على وثائقهم، لانه مش ممكن ان الشيء هذا يطير وانه الوثائق نتاع البلاد تتحرق وحقوق المواطنين تهدر. عندي سؤال بريسي، اسكو كلمتوا ديريكتومون دويان دي زافوكا مسيو عبد الرزاق الكيلاني؟ شوف، في الوقت الحالي طونك الامر كل ما عندنا هي عندنا معطيات ومعلومات معناها عن عمليه حرقان، ولكن ما عندناش معطيات بيان بريسيز. هذا هو الشيء معناها المزعج في الامر. معناتها يلزم فما رابور معناتها يتخدم، يلزم اللجان ثم شكون يبحث على المعطيات هذه ويأكدها، ومعناها ويثبت لنا شنو اللي تم بالضبط، شنو اللي صار. شكون ريسبونسابل اللي لاهي بور فير ان سورت دو رابور معناتها بارابور او ديسباريسيون؟ كانت الوزارات هي المسؤوله على اللي وزاره شكون؟ وزاره العدل. وزاره العدل هي مسؤوله على الوثائق والكتبه في المحاكم، هم مسؤولين عن الوثائق نتاعهم. الوزارات الاخرى، وزاره الداخليه، وزاره املاك الدوله، وزارات العديد من الوزارات اللي مهتمه اللي عندها تحتوي على الوثائق هذه، هي مسؤوله كل واحده على وثائقها. ولكن اليوم في حاله نوع من الفوضى